نصحي إلى إخواننا من نسوة ورجال، نصح المجرب قبلكم لمدارس الأهوال. إن المدارس سميتها النصيحة للدارس بالابتعاد عن المدارس. وقد كان شيخ مشايخنا العلامة الوادعي رحمه الله تعالى له في هذا الباع الطويل، وقد نصح في شريطين: تحذير الدارس من فتنة المدارس، ذكر فيها رحمه الله تعالى جملة من المفاسد التي لا تخفى على ذي لب. قلت فيها مستعينا بالله: الحمد للمتعالي سبحانه بجلالي، حمدا أفيء بذخره يوم المعاد التالي، حمدا يزيد تقربا في سائر الأحوال، قد خصنا بكتابه عن شرعة الضلال، لا خير يرجى للورى إلا أتى بكمال، والمصطفى في سنة قد جاء بالإكمال، فمن ابتغى رشدا يرى فعليه بالإقبال. نصحي إلى إخواننا من نسوة ورجال، نصح المجرب قبلكم لمدارس الأهوال. إن المدارس خطة حبكت على الأجيال، ترمي بزهر العمر في طين مع الأوحال، تبغي ادعاء حذقه في نومة وخيال. من أين يأتي يا ترى رشد من المحتال؟ من ساقه أعمى فهل يهديه بالإيصال؟ فإليكم سوقا أتى لمفاسد ووبال، وذكرت فيه حقائقا لم أبتدع لمحال. ليس الحرام الصرح بل لمخالفات حلال، هذا الشباب تراه قد أبدى شنيع خصال، فمع الشعور وقصها كالديك وقت قتال، أو خط خطا وسطه كالجرح بعد نزال، ولباسهم متلاصق بالجلد من بنطال. وإذا سمعت إذاعة من سارة ومنال، بمكبر قد رفعت من صوتها الميال، ولخرقة قد أنشدوا في غاية الإجلال، وببعض منهجها بدا غي مع الإضلال، ومن الفساد يكون لم يخطر عليك ببال، والجامعات كما اسمها جمعت لكل وبال، فبالاختلاط تساهلوا في الصف والأعمال، ومعاكسات بينهم ومغازلات وصال. أما البنات ففتنة غطت سواد ليالي، فمع البراقع زينة بتغنج ودلال، وترى الخضاب ونقشه فوق اليدين خوالي، وبإصبع قد قلبت في الهاتف الجوال، والظفر منه ملون بالنقط والأشكال، قد طال حتى إنه كالشوك من أدغال. وإذا خلت في درسها منها ببعض عيال، لرأيتها مع وائل أو رائد وبلال. إن قلت هذه خلوة صرخت دعوا لي حالي، ما شأنكم ما دخلكم هذا خطيبي الغالي. رحل الحياء موليا يا خيبة الآمال، وطن جريح بالأسى زادوه بالأثقال. وإذا نصحت مديرهم تركا لبعض فعال، وبه رفقت بحكمة يرميك بالأقوال، متزمتون تشددوا أنتم من الأقفال. لسنا كذاك وإنما نصح كتبر غالي، أو قال هذا منهج فرض على العمال، لا أستطيع خلافه هذا جواب سؤالي. وإذا نبذت فما لنا تغيير بعض الحال، وإذا نصحت وليه بمراكز الأطفال، في مسجد لتعلم يغذيه دون ريال، يحتج منه بغيره قد باء بالإفشال. أنت المقصر أولا بالترك والإهمال، إن كان من نقص فهل تابعت في الإكمال؟ هل اجتهدت مثابرا في البحث عن أبدال؟ فرغ لنفسك ساعة من ساعة الأشغال، وتريه منك عناية من غير ما إغفال. فإن احتججت بضيقها والوقت ذي الإقلال، فانظر أخا ومدرسا وأبن له ببلال. إن الحلول كثيرة تحتاج للإعمال، أم أن نفسك تشتهي لشهادة ومنال؟ قد بان قصدك حينها فلم الجدال توالي، أم أنه الفشل الذي غطى ولست تبالي؟ إني أعيذك من مرى وتعصب وتعالي، فضلال قوم عن هدى عرفوا نما بجدال.
ما أبتغي جهدي سوى نصح أتى بمقالي، والنصح أغلى للورى من عسجد ولآل، وبقطعة مشهورة صارت من الأمثال، والوادعي يعيدها في الدرس دون ملال. يا خيرة الأقوال وضعوك في الأغلال، ليس المدرس مخلصا والطفل غير مبالي، هذا لنيل شهادة هذا لنيل المال. والختم حمدا دائما لله ذي الإفضال، ثم الصلاة على النبي خير الورى والآل. ما طل هطل سحائب فوق الثرى وتلال، والحمد لله رب العالمين.